سلامي لحبابي، كيف راكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. واليوم جيتكم بحكاية جديدة، وقبل ما نبداها بغيت نشكر وردة بوردة كل وحدة فيكم كتخلي لي تعليق زوين كيفرحني، كتعبر لي على الحب ديالها وعلى الدعم ديالها. ما تصوروش شحال انا كنبغيكم، وبغيت نفكركم باش تخليو ليا واحد اللايك يشجعني ونعرف باللي الحكايه عجباتكم، وتعليق يفرحني. راه بكم القناه كتزيد لقدام، واجي وحدايا نسربو خيوط هاد الحكايه. كان يا مكان في زمان من الازمان، في بلاد بعيده على الليان، ما توصل ليها الا ما عندك طول البال. هاد البلاد فيها عشت العاليه، بنت زينه ورزينه، ولكن نية وغشيمه. همها في الدنيا كان هو حالها اللي كان مقهور بسبب خالتها اللي ما عندها من غيرها في هاد الدنيا. كانت عايشه معاها في دار بسيطه على قد الحال، حيوطها تراب وسقفها عواد، كانوا غير معدين فيها وساترين حالهم على عيون الناس. واخا العالية ما لحقهاش الله بهاد العيشة، والديها خلاو ليها باش تعيش حتى تموت. مال كتير ودار كبيرة يجرو فيها الخيالة، ولكن شكون خلاها تعيش بحالها؟ خالتها خدوج اللي تكلفت بها من بعد ما ماتوا والديها، وعطت العهد باش تربيها وتهلا فيها. صدقت ما حنينه فيها ما رحيمه، ما حسبها من دمها ولا من لحمها. كنت كتشوف فيها غير خدامه، هادشي الا ما قلناش عدوه كبيره. وحتى من الفلوس اللي خلاو والدي العاليه ليها باش يعيشوا بيهم وتهلا ليهم في بنتهم، طبت فيهم. شي دخلاتو لكرشها، وشي زرزراتو ذهب في يديها ورجليها، والشي الاخر خسراتو في الخوا الخاوي، والشي الاخر عطاتو لولدها جلاه في القمر والقصاير مع النسوان ومع صحابو. وخلات العالية الله كريم، خلاتها مسكينة بقات عايشة في الجوع والقهرة. ما هي ضيفة ثقيلة، ما هي من أهل الدار. رجعوها خويدم، كانت كتفيق مع الفجر، تثيق تخمل طيب، وكون غير كانت عندها الصحة ولا الجهد باش دير هادشي. العالية كانت ضعيفة هزيلة، والبسمة ما كانتش كتعرف طريقها لوجهها. وخا كانت مقهورة وكتعاني، كانت محزمة بحزم الصبر ومفوضة أمرها للخالق المنان. حتى وقع اللي صعب من الجوع والخدمة على نكاري الخير والمعروف. عتمان يا سيادي، عتمان ولد خديديش، بدا كيزيد فيه وكيسخن عليه راسو، وما كفاهش يأمر في العالية ويعاملها بحال العبيد، ولا كيتبسل وكيمد يديه عليها. دارها ما مرة ما زوج ما ثلاثة، حتى ولفها ولات عنده عادة. العالية ولات خايفة، بنت صغيرة ما عرفتش فين تحط راسها، ما عرفت لمن تعاود، ما عرفت اش دير. بنت ليها غير خالتها، مشات قصداها، عند بالها غتحميها وغتوقف في جنبها ضد ولدها. وعليها نطقات وتكلمت وقالت: خالتي، انا مزاوقه فيك، ها عار الله ما هضري مع خويا عثمان. راه كيتبسل عليا، وفين ما مشيت كنصيبو قدامي، كنلقاه كيشوف فيا شي شوفات ما هماش. واش غنقول لك يا خالتي، عافاكي ما هضري معاه
وسمحي ليا وما درياش مني قلت الصواب. راني حسبك بحال موينتي. خوك اخوالك الجنابيه المشحومه، بقالك غير سيدك عتماء طيشي عليه الباطل ديالك. اكون غير فيك بعدا ما يتشاف غنقولو اياه. انتي وجهك كيخلع والجلده لاصقه لك عن العظم. اقولي انت اللي كدوري بيه وكان وحاطه عينيك عليه، اما هو راه ما يشوف وحده بحالك. يخلي الزنده يا ربي يكون لاقنت ويديها فيك انتيا. وسيري مسكينه سيري سيري راه فيك تتألقي فين تفلقي. بدل ما تنوض خديديج لولدها وتحد بلا هباسو، دارت في العالية وردتها هي اللي قليلة الترابي والغلطة. وهنا فين زاد عتمان فيه، زاد في قلة الحياة وحس براسو ما دار حتى عيب. تمادى ما حبس ما استحيا كتير شي ملي عرف مو واقفة في صفو. دسر وبقى على حالو، كيف اليوم كيف غدا، والحال على العالية كيزيد يضيق حتى وصلت بها للعظم، وما بقاش عندها الجهد باش تصبر ولا تعيش في هذيك الدار. وفي يوم من الايام تسنات حتى طاح الظلام، هزت راسها وهربت من الدار. خرجت يا سيدي العالية كتجري والدموع في عينيها والخلعة شادة فيها. ما عرفاتش فين غادية ولا اشنو غادي يوقع ليها. كتجري بحال شي غزالة تابعينها الصيادة. بقات غادية حتى لقات راسها في طريق خالية خاوية ما فيها لا غاشي ولا ماشي. وهي غادة تصادفات مع واحد الراجل كبير في السن، وجهه منور بين عليه الوقر. كان واحد من السواقة راكب على بهيمته وغادي في طريقه لسوق المدينة الكبير. السي كبور ملي شاف العالية في هذيك الحالة بلا حتى ما يسول، عرف بلي المسكينة مقهورة وحالها ما هو حال، مقدرش يتخطاها. نزل من فوق بهيمته وتكلم معها وقال: الله يا بنتي الله، فين غادية في هاد الليل بوحدك؟ هاد الطريق راه عامرة بالقطاطعية والشفارة. رجعي وجهاب ميتين منين جيتي، راه سائلني برالي تربحان. ما عندي فين نرجع، كاع البيبان تسدو فوجي، وكيبان ليا غادي نكمل على طريقي بين ما يفجر الفجر. ايوا داك الوقت نعرف فين نحط الرجل. الله يهديك يا بنتي، وفين غتسدي؟ راني عطار وعارف هاد الطريق مزيان، وانتي وليا القطاطعية غيضروا بك وغيتكرفصوا عليك. إلا بغيتي لهنا تبعيني فريي، وحتى إلا ما جاش على خاطرك ترجعي منين جيتي، مرحبا بك يا بنتي في داري. راني عايش فيها غير أنا ومراتي، ما عندنا لا عاقل وانا فريكيس. كملي معانا الليلة، وملي صبح الصباح توكلي على الله، وانا نوصل بنتي فين بغات، ومريض ما عنده بس. العالية ما كان عندها فين تختار، كتشوف العافية خلاتها وراها، وإلا زادت خطوة وحدة غتخسر روحها وحياتها. زعمات وزينت النية وحسنت الظن بالسي كبور، ومعاه مشات. وهما في طريقهم للدار عاودت العالية للسي كبور كل ما بها، سببها في التبهديلة وديك الحالة. خوات ليها المسكينة قلبها وليه طمنت وارتاحت. سي كبور ملي سمع حكاية العالية وعرف قصتها اللي عاودت له من نهار عقلت على راسها
حتى للساعة اللي شافتو فيها عزت عليه، وعرف باللي ما غلطش ملي عرض عليها تمشي معاه لدارو اللي جات في طرف الدوار. دار كانت بسيطة ولكن مع عمرها مرا من خير تنسى، مرا طيبة وحكيمة، فمها يعطب، ما تعرف تقهر ما تعرف تجرح. ملي شافت العالية استقبلتها بالحضان، عنقاتها ومسحت لها الدموع ودارتها في عينيها من بعد ما عرفت قهرتها. والله بنيتي لا عزيتي ليا وقطعتي لي في قلبي. شوف السكبور، شوف مسكينة كيف خايفة ومرعدة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسي يا بنيتي، نسي كل هم وغم وكل من تعدى وألم، ومن هاد الساعة حسبينا حنا والديك، واللي تقلت علي تخفاست علينا، وماذا بينا تعيشي معانا وتونسينا. راه حنا عايشين في هاد الدويرة غير بوحدنا، ما عندنا لا ولد ولا بنت. الله يخلف عليكم ويرحم والديكم. عمر خيركم مشري معه من فاه، راكم لقيتيكم الخير اللي ما لقيتوش في دمي ولحمي. ربي هو اللي غيجازيكم. في هاد الدار يا حدار ارتاحت العالية وبدات كتنسى الظلم اللي عشتو، وحيدات منها الرعدة والخلعة اللي كانت راكباها. رجع وجهها ضوى وربت صحتها وزارتها البسمة. حمدات الله على النعمة، وحمدات الله اللي لقاها بناس خيار اللي عشت معاهم في الهنا والراحة، راضيين بالقسمة وعمر البركة ما خطاتهم. وسير ايام وجي ايام ما دام عليهم الحال. سكبور اللي كان عطار يقطر الورد والعشوب، يخرج الزيوت ويصنع طيب العطور، كبر في السن، قضى عودو والصحة قلالت وما بقى قدر يخدم بحال زمان. وحتى من المال بدا معاهم يقلال، بدا يزورهم ضيق الحال ويعرفوا قلة الشي. العالية ما قدراتش تسكت وتشوف الناس اللي حنوا فيها وعانوها على محنتها كي يقاسيو. فكرات وقررات ترد لهم الجميل اللي داروا فيها نهار ما لقات اللي حن فيها. مشات عند السكبور، جلسات بجنبو، قبلت راسو ومعاه تكلمت وقالت: وباك بول كيف بقيتي شويه؟ كون غير تعكزتي عليا وخرجتي ضربك البرد شويه. القعده في الفراش راه كتزيد غا المرض. نوض ابا نوض خرج يضربك البرد ويشوفك الناس وتشوفهم. يلا. لا 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 بنيتي، ما قديتش، راير خليني، ما عندي الجهد ولا الرجل اللي نهز، خليني حابط في بلاصتي، الله يشوف من الحال. با انا مزاوده فيك كيما علمني سمعت العطور. انت يبقى كتشوف على عينيك، ما بقيتي قادر تخدم، ريتي. وحتى ملي كتولي شويه راه كتبزز على راسك وكتكابر وكتمشي للمحل. خليني هبا نخدم، خليني نخدم ونرد ليك الخير اللي درتي فيا انت وامي شريمه. ما بغيتكش يا بنتي تكرفسي ولا تخدمي عند حد، ما حد راسي بين كتافي. بغيتك تبقاي قاعده في داركم معززه مكرمه. الله اني مطلعه بنيتي، هادي هي نيتي. وعلاش السكبور؟ ما فيها بس إلا علمتيها اللي ينفعها. حنا راه ما دايمين ليها في هاد الدنيا، خاصها تولي على راسها
وتعرف كيفاش تجبد طرفك الخبز. إيوا قرا في هاد الحسنة وعلمها ما علموك الناس اللي سبقونا. ها شتي يابا، أمي شليمة هي اللي فهمتني وعرفت غريتي. أنا بغيت نهنيك ونهز عليك الحملي اللي سنين وعوام وانت متقل بيه. عافاك با، عافاك با، ما تبخلش عليا وعلمني ما ينفعني. واخ ابنيتي واخ، سير الله يصلحك والله يرضي عليك، قريتي همنا وحنيتي فينا وبغيتي تعاونينا، الله يصلحك. وإلا على الصنعة أنا غنوريك كيفاش تبدعي وغنعلمك ونعطيك كل سرار، وما نخليك ما نتفرق عليك حتى نعرفك وليتي قادة مقدودة بها. دارت العالية راسها في الخدمة وعطات عقلها للصنعة، كانت ذكية ويديها خفيفة، دغيا شدت الحرفة حتى ولات كتصنع عطور فواحة ونادرة ما كتلقاش حتى عند كبار العطارة. وعطور كتهدي العصاب، وعطور كتنشط الروح، وعطور كتجذب القلوب. وحتى سرغينة ديالها ما كان بحالها في السوق، سرغينة مسقية بالورد والزهر وفيها المسك والعنبر. المحل ديال السكبور اللي كان صغير وغير على قد الحال بدا كيعمر بالناس، وفيه كتبيع وكتشري العالية وهي فرحانة وعجبها الحال. ربي يسر ليها، وكانت هاديك العتبة مباركة مسعودة عليها. كانت هاديك أول مرة غتحس براسها عندها قيمة، عندها دور كبير في حياة الغير. بقات خدامة واللي صورتها كتخسرها على السكبور ولا الحليمة، تهلات فيهم والجوع والقهرة ما خلاتهم. كانت عوين ليهم في الصغيرة والكبيرة، كتخدم في المحل وملي ترجع تقوم بيهم طيب وتجمع الدويرة وتشوف اش خصهم واش بغاو تجيبوا ليهم. العالية قر فيها يا سيدي الخير، قرت فيها الملحة والطعام وجابت والديها على صواب. مكرهتش تعيشهم في الغنى، تفرش ليهم الحرير وما تخلي عندهم الخير قليل. كانت ديما كتمنى تبيع عطورها للعيان، ناس القصر، الناس اللي حاكمين البلاد، باش تغنى وفي والديها تهلا. وفي يوم من الايام كانت فيه العالية كتخدم في المحل كيف العادة، حتى دخل عندها راجل غريب وغير شافها تفتن بزينها وتبهر بريحة العطور اللي كانت فواحة. وهو كيشم الريحة اللي تبعها وجابته مقصد لعند العالية، بقى كيشوف وكيتأمل في العالية وهي من حياها حدرات عيونها، ولقاها سبا وفتح معاها اللغة وتكلم وقال: قولي لي يا زينة البنات، واش نتي اللي كتصايبي هاد العطور؟ إيها سيدي، أنا اللي كنصايبهم بيديا. أشنو حب الخاطر؟ واش عجبوك عطور الورد والزهر ولا الورد والسمضل ولا واكل المسك والعنبر؟ ولا عجبوني كاملين. تبارك الله عليك وخلاص، خدمتك متقونة ونادرة. راني تاجر من تجار العطور، كنتاجر بيهم من بلاد لبلاد، ولكن الحق يتقال تعمرني ما شميت بحال هاد الروايح. ربي يخليك سيدي، والله يجيبنا في الصواب. وإلا كنتي كتقلل بعد العطور اللي تبيعهم وتاجر بهم، انا غنصيب لك عطور ما كتدورش في السوق.
إلا نصيبهم لك على يدي، غير امر وما يكون غير خاطرك. زمايل اللي دابا كاع العطور اللي عندك في المحل، ومن هنا شهر غنرجع وغنبغي نلقاك وجدتي ليا لبس الروايح. واش نجمع لك هادو دابا اللي واجدين ونعاود نصيب لك بحالهم تعاود ترجع تاخدهم؟ واخا صافي واخا، كون هاني، انا غندير جهد وكتر ونوجدهم لك في الوقت اللي طلبتيه سيدي. حست عنا. بسم الله، هذا رزقك، والمره الجايه غنصيفط لك الامانه مع الخادم ديالي. وكيف قلت لك من هنا شهر نبغي الروايش يكونوا واجدين. ايوا فليتك على خير بنت فير. كيف سمعتوا يا حدار؟ الراجل الغريب شرى من عند العالية كاع العطور اللي كانوا عندها في المحل، وزاد كلفها باش كل شهر تصيبلو نفس العطور، ومن جهته غيصيفط ليها الخادم ديالو اللي غادي يعطيها الفلوس بالتمام وياخد منها السلعة بالكمال. إلا على العطور اللي عجبو الراجل الغريب خداهم ووصى على الآخرين، ولكن العالية اللي بها تفتن باقي ما لقى ليها الطريق ولا ولات بين يديه، وعليها قصد قصرو. ايها سيادي، كيف سمعتوا؟ الراجل الغريب هو امير ولد سلطان، وداك اليوم كلفو باه وخرج متنكر يتفقد حوال العباد حتى تصابو الهان وعاشق من العشاق، وغير رجع للقصر قصد جناح باه السلطان وهدر معاه على العالية بنت با كبور، وعطاه شم الروايح اللي بيديها كتصايبهم. وحتى لهنا السلطان ما قال كلمة العيب، حتى قال ليه المامون باللي باغي العالية الحلال وتكون سلطانة الشهدة وفي قلبه تحكم وتسال. تعجب السلطان وما عجبو حال، وتكلم مع ولدو المامون وقال: بلاش عليك وليدي من هاد الزواج اللي مالو حتى معنى، وغيخلي غير العديان وكبار القوم يلهضروا ويقولوا فينا ما بغاو. وزيدوا ها بنت عمك كتسنى مادة يديها الحنة، ما تحتاج لا شورى ولا شوار. والله ديك مولاي، واش عيب ولا حرام نتزوج بنت الدوار؟ ولا على بنت عمي واخا من مقامي، ولكن راه ما عمرها دفلت لي راسي ولا عجبتني. انا قلبي اختار بلا ما يختار مولاي، ومن بنت العتر ما نخلق. سبحان الله العظيم، من صغرك وراس قاسه ما تسمع ما دير بكلام الغير. هادشي كله سبب امك الله يرحمها اللي نصراتك، زقاتك راكب له البال وهي تابعك. هاد الكلام اللي دار بين المامون والسلطان سمعته عبلة هي بنت خو السلطان، وكانت كتموت على المامون وكتطمح باش تتزوج به وتولي هي سلطانة القصر. دخلها الحسد وشعلات في قلبها نار الغيرة والحقد، غير عرفت باللي الامير باغي يتزوج وحده من بنات الدوار، ركبها الهبال. جاتها بنت الدوار ما هي من بنات العيان ولا من صحاب المال، بقات تخمم وتعاود وما بقات شاده يديها كتشوف في ولد السلطان مال قلبو لجهه اخرى، وغيضيع منها في خطره. وعليها صيفطات خديمتها لعند العاليه البتول، دارت راسها معدومه، الجوع قاتلها وكتقلب على خدمه باش تعيش وتعيش وليداتها. طلبت من العاليه
يخدم معاها. والعالية الخدمة كانت كتير عليها من كثرة الطلبيات اللي كيجيوها كل شهر من القصر، وزيد عليها حتى صيتها اللي داع في القبيلة وفي القبائل المجاورة، حتى ولا الزحام قدام محلها، الناس كتشري وكتعاود تشري. هادشي خلاها توافق باش تخدم معاها الباتول اللي جاتها في داك الوقت بحال الرحمة. بدات الباتول الخدمة وكانت خدمتها هي تحضي العالية، كانت غير حاضيها، كتشوف فيها كيفاش كتصنع العطور، كيفاش كتسهر الليل، كيفاش كتبات خدامة، وهي في خاطرها كتفكر غير كيفاش تضرب ضربتها وتهنى من العالية. وسيري ايام واجي ايام، وفي واحد الليلة نعسات العالية في السدة، نعسات من كثرة العيا والخدمة، وخلات الباتول كتطرف المكان حيت كان مقلوب سفاعل علاه. وغير سالت الباتول الخدمة دخلات المخزن اللي فيه كتخزن العالية العطور، واللي كان صغير وعلى قد الحال. دخلت له حسي مسي وهزات القراعي، وكل وحدة زدت فيها زيت القطران وروح اللوبان. وغير صباح الصباح هزات راسها باش تمشي في حالها، لقات خديم القصر واقف عند الباب، تعجب من اللي شافها وتكلم وقال: دي باتول، اش كديري في هادي الكنالة الصباح؟ على ما فراسكش اخويا عابد، راني جيت حيت مولاي المامون هو اللي استفتني، قال لي نعاون اختي العالية ونحيد عليها الروينة، وراك عارف يد وحده ما كتصفطقش وضروري من العوين. ايوا انت قول لي ريا جيتي دير روايح للقصر بحال ديما؟ كيف العاده مولاي كيتسنى فيا، وهاد المره واقيلا غيهديهم الاهل، لالا فضه ومرجانه وحتى حمام القصور. بيني وبينك ما فهمتش كيفاش لالا بلاس خات بيك وهي واقفه على العوين وما كترتاح غير ليك. عليه جاو ما فراسيش. ايوا نمشي نشري العالية القرعي الزاج سالاو ليها، وندوز نشوف لالا عبلايك ما خصها شي حاجه. وانت اخويا عابد دخل فيق العالية، راها ناحسه في السده، يلا خليتك على خير. من ديك الساعة يا سيادي غبر الباتول لاطار وما عاودت بات، ما عرفوها لا فين صدات ولا اين طريق شدات. اما عبد خدا العطور ووصلهم لسيد المامون اللي بدورو وزعهم على ضيافه، وحتى من العالية باعت منهم الناس القبيلة، باعت منهم كل ما بقى عندها. اش غنقول لكم يا سيادي، ما هي غير 3 أيام و3 ليالي حتى بداو الناس كيخوطوا وفي جلودهم كيحكوا، تقول فيهم الجربة، وحتى اللي كانت صحته على سبة مات. دعت الخبار في القبيلة وكل شي عرف باللي بنت العطار هي سببهم في هاد البلا والمصيبة. سلطان تزعزع عرشو بهاد المصيبة اللي وقعات، كتير شي بقاو فيه الناس اللي ماتوا، وهو براسو تكوى على اختو لالا فضة اللي جات عنده غير زيارة ما شافهاش سنين وعوام بسبب الحرب اللي كانت بين البلدان، ونهار جات وفاء اجالها ومات. والسبب هو العالية بنت العطار. هادشي خلى الدنيا كحلة في عينين السلطان، اما قلبه عمر بالحزن وغضب على ولدو المامون ونفر منه. عطى امره للحراس باش يحضروا العالية ويجيبوها قدامه في الحال. العالية المسكينة
اللي ما فراسها ما يتعاود. ملي وقفوا عليها حراس القصر شدتها الرعدة، ولات كترجف بالخلعة، كتبكي وكتطلب من السلطان يسمع ليها. حلفات وعاودت حلفات باللي ما عندها حتى شي دخل في هاد الشي اللي وقع، وباللي هي ديما كتصنع نفس العطور وعمر شي حاجة ما وقعات. وحتى من المامون اللي عرفها مظلومة وما دارت لا بيديها ولا برجليها دافع عليها وطلب من السلطان باش يسمح ليها ويعفو عليها. ولكن السلطان كان غضبان بزاف، ما سمع لا ليها ولا ليه، ما سولها ما سقساها، حكم حكامه والموتها عطى امره. العالية ملي سمعت الموت كتسناها عقلها بدا كيفكر وكتقول اش هادشي واقع، كيفاش هادشي حتى جرى وصرا. تفكرت باللي الباتول هي اللي كانت خدامة معاها وهي اللي غتفكها من هاد المحنة، وطلبت من السلطان باش يقلب عليها حيت ليها ايام وليالي وهي غابرة. العالية حسنت النية وقالت مع راسها باللي الباتول خديمة من القصر غيتيقوها ويتيقوا فيها. ولكن لا السلطان ولا ولدو المامون ما عرف العالية علاش داوية، حتى دخل عابد وتكلم وقال: لا مولاي، كلام العالية على حق، ما كتبات ما زادت في الهضره. راه نهار صيفطتيني يا مولاي نجيب من عندها العطور، لقيت عندها الباتول، سولتها اش كدير هنا، قالت لي باللي مولاي المامون مولي صيفطني باش نعاون العاليه. ايوا ما بقى عندي ما نقول لها مولاي، الامر امرك ويا غير نشدات. ولكن انا ما صفت حد، ما امرت حد يمشي عند العاليه. هنا بان الحق وبان باللي العالية تظلمات، وإلى على العقاب خداتو غير الباتول، خداتو في حقها وتقطع راسها. أما عبلة خرجت منها بحال كيف كتسل الزغبة من العجينة. واخا السلطان عرف باللي العالية ما ليها دخل، ما دوزها ليها ما دازت ليه، سد ليها محل عطور ومنعها تخدمهم وتبيع منهم الناس. وحتى ملي دازت ايام الحزن وايام الهم والغم اللي كانوا مخيمين على القصر وعلى اهل الدوار، وجا الوقت فين خبر المامون السلطان باللي باغي يتزوج وباغي يتزوج العالية. رفض السلطان ودار فيه دورة شيطانية. هادشي خلى المامون يشوف باللي السلطان ولا ظالم وما بقاش لا حكيم ولا عاقل ولا رحيم بحال زمان. خرج المامون من القصر، خرج من القصر ويديه فوق راسو، ما يكسب ما يعلم. قصد دار العالية، قصدها طالب راغب في يديها، إلا قبلت عليه وبغات تعيش معاه حياة بسيطة وعادية بعيدة على المال وعلى الجاه. حيت دابا ولا من أيها الناس ما يكسب ما يعلم. هادشي خلى السكبور ولا اللحليمة يكونوا مرتاحين على العالية، حيت عرفوها لقات اللي صونها واللي غيدير على قبلها اللي ما يدار، وزيدوها باش تبع قلبها وما تندم ولا تحتار. وما هي غير ايام قليله حتى تزوجات العاليه المامون وفرحوا ببعضهم، وما شاركهم فرحتهم غير السكبور ولا اللحليمه. هما اللي كانوا حضارين، هما الحباب، هما الصحاب والجيران في هذيك الليله الزواج. اما من غيرهم ما كان. وسيري ايام وجي ايام عاشت فيهم العاليه والمامون احلى الايام. كانت عندهم حياه بسيطه فيها الحب صادق، فيها الصبر بزاف،
فيها الخدمة وتمارة على طول السنين والأعوام اللي توالت، وخلات قلب السلطان يحن على ولدو المامون وزارو في مكانو، ولكن زارو متخفي وشاف من بعيد على عينيه. شحال المامون كان فرحان، واخا كان عايش غير في عشة على قد الحال وما لابسش مزيان كيف كان، ولكن كانت عاجبة حياته. السلطان وندم بزاف، ورق قلبه بزاف، ونزلت الدمعة من عينه بلا حساب ملي شاف حفادو اللي شافهم كبار وكيلعبوا، وهو ما حضر لولادهم، ما هزهم، ما حن عليهم، دم على كل ما دار وبغى يصلح غلطه، وقرر يجمع شملهم من جديد. كتير شي من بعد ما عرف باللي عبلة وخوه تفقوا عليه وبغاو يصفيوها ليه ويحكموا البلاد بالظلم والعدوان. ونهار تحلوا السلطان العينين جمع شملو مع ولده ورجع المامون القصر باه معزز مكرم. عرف السلطان بقيمته، ولا المامون هو الري، هو الشوار، هو مول الكلمة والحكام. أما العالية ولات كيف النجمة العالية في السما ضاوية، وأول حاجة دارتها هي جابت السي كبور ولا حليمة القصر وعاشوا معاها ومع وليداتها في الخير الكتير. وهنا سالت حكايتي ومشات من واد الواد، وانا بقيت مع الناس الجواد.